السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن نظام متكامل لإدارة نقاط البيع والمتاجر، وده طبعا مصمم إنه يشتغل في البيئة المصرية أو العربية أو الأجنبية. والميزة عندنا إن هو حل شامل ومتكامل لإدارة المبيعات والمخزون والعملاء والموردين، ومع دعم كامل إنه يشتغل من غير إنترنت. ودي أهم ميزة عندنا، إن البي او اس بتاع ILC بيشتغل من غير إنترنت وبإنترنت. يعني لو انت شغال وكونكتد بالكلاود سيرفر بتاعك، لان لو انت عندك اكتر من فرع كونكتد ببعضهم، تمام، من خلال البي او اس بتاع ILC، لو فصل الانترنت عندك عطل لسبب ما او اي مشكله، الويب سايت بتاعك ما بيقعش، البي او اس بتاعك بيقدر يطلع فواتير. ولو الانترنت رجع زي الواتساب كده، بيعمل سينكرونس مع الكلاود والداتابيس بتاعتك اللي مرفوعه على السيرفر. ودي الميزه بتاعت ILC بي او اس، مع طبعا ان الواجهه بتاعته سريعه وسهله، تقدر تبحث عن المنتج بطريقه سريعه، في مميزات في الاي اي كتيره جدا. تمام، خلونا الاول نجرب كده مع بعض. لو احنا دخلنا بيوزر بياع، تمام، بالنسبه لي قدامي اهو، طبعا بيدعم اللغه العربيه واللغه الاجنبيه. تمام، بالنسبه لي انا لو انا شغال بياع وعايز ادخل، طبعا ما اقدرش ان انا ابيع اي حاجه. لو انا جيت ضفت كده، بالنسبه لي ده مثلا الدولي ستور، ده ستور بيبيع موبايلات وبيبيع اكسسوارز للموبايل. فلو دوست كده، تمام، وجيت اعمل تشيك اوت، هسلكت البيمنت بتاعي واعمل تشيك اوت، هيقول لي ايه؟ طبعا اوريدي في نوبه مفتوحه او في شيفت مفتوح، فبالنسبه لي دي شكل الفاتوره بتاعتي. تمام، انما لو انا قفلت الشيفت، بالنسبه لي كده قفلت الشيفت، تمام، وجيت اعمل فاتوره جديده، وجيت اقول له كومبليت سيل، هيقول لي الشيفت لازم تفتح شيفت الاول، ويبدا يفتح لي الشيفت بالمنظر ده. طبعا كل عمليه بيع وكل فاتوره بيع انا بعملها بيوصل لي بيها ايميل، وطبعا في عندي بالنسبه لي هنا اهو ايميل اون دي، لو قفلتها الايميل مش هيوصل. لو انا مثلا بره الفرع ومحتاج ان اي بياع يبيع اي حاجه، يوصل لي ايميل دايركت على الجيميل بتاعي او على ايا كان الميل بتاعي. تمام، بيقول لي مثلا اتباع في الساعه الفلانيه من الكاشير اللي اسمه كذا، وطبعا كل كاشير ليه العدد الساعات اللي هو فاتح فيها، الشيفت بتاعه ده فتح امتى، الستارتنج كاش بتاعه. وطبعا من خلالي هنا هو اقدر اطبع اي باركود لاي منتج عندي في المحل. تمام، في طبعا شورت كاتس سريعه، اقدر ان انا لو دوست F1 يكمبليت السيل على طول. تمام، بالمنظر ده. كان في فاتوره مفتوحه او حاطينها في الكارت واتعملت، تمام، اقدر ان انا ابحث عن او اشوف الفواتير اللي تمت النهارده من تاريخ الى تاريخ. تمام، طبعا احنا قلنا بيدعم العربيه، فهو شغال معايا بالعربي برضو. اولد التقرير، اقدر ابص على الفاتوره اللي انا لسه بايعها، اقدر ان انا ابرنت الفاتوره دي تاني، اقدر ان انا اعمل مرتجع طبعا بالقيمه اللي انا عايزها والفاتوره اللي انا عايزها. تمام، وده بالنسبه لي في عندي دارك مود وفي لايت مود، ودي ميزه كويسه جدا عشان الناس اللي بتحب الدارك مود. تمام، الباركود هنا مجرد ما انا عملت سكان للباركود ده، تمام، بالمنظر ده كده اهو، ينزل عندي طبعا عشان هو اوت اوف ستوك، فبيقول لي ان هو مش موجود في الستوك. فانا لو عندي باركود تاني، اي حاجه في ليها باركود وموجود منها مخزون زي ده مثلا، مجرد ما اخده كده، تمام، امسحه من هنا، مجرد ما احطه هنا كده بيست، بينزل عندي على طول. طبعا ماكينه الباركود تشتغل بيها على طول، وكل ما هتاخد هيزود لك العدد بتاعها. تمام، طبعا لو بصينا كده هنا 3 وضفنا كده، طبعا هو مفيش غير 3 بس في المخزون، فهو قال لي مفيش غير 3. تمام، طيب ده بالنسبه لي البي او اس وتفاصيله. طيب نيجي عندنا الادمن طبعا بيقدر ان هو يدخل عندي. لو دخلنا وكتبنا الادمن اللي هو المسؤول عن الابليكيشن نفسه، من خلال الداشبورد يقدر ان هو يضيف
اي فواتير شراء بتاعت موردين، ضيف منتجات جديده. تمام. طبعا دي الفيو بتاعت النظره العامه او الاوفر فيو، طبعا بيدعم العربي والانجليش. تمام. طيب عندي النظره العامه، اجمالي منتجاتي قد ايه، مبيعات اليوم، اجمالي الفواتير، اجمالي الفئات، الموردين، اجمالي العملاء، مبيعات الشهر، قيمه المرتجعات. تمام. المبيعات الاخيره اللي حصلت زي اخر بيع احنا بعناه دلوقتي. تمام. اقدر هنا شورت كاتس ان انا اضافه منتج. تمام. اضافه فئه، عرض تقارير، عرض مرتجعات. طبعا اخش على الفئات كده. الفئات اللي هي عندي مثلا في سبيكرز، بطاريات، اكسسوارات خارجي، سماعه، كابلات، شواحن، ساعات، كل الحاجات دي. وطبعا اقدر اغير الفيو بتاعتي تبقى بالمنظر ده. تمام. كل فئه فيها كام منتج، وده مهم جدا عشان ابقى عارف كل فئه عندي فيها كام منتج. تمام. اقدر ان انا اعمل سورت. تمام. بالشكل ده. لو قلت سورت بالرقم بالشكل ده، عندي اقدر ان انا اضيف فئه جديده. تمام. اقدر ادخل على المنتجات عندي. بالنسبه للمنتجات عندي، انا عندي هنا كل منتج اقدر اضيفه، وطبعا في امكانيه ان انت تربطه بمتجر الكتروني. تمام. فانت لما بتيجي كده ترفع المنتج بتاعك، تقدر تضيف له صوره، والصوره دي بتظهر طبعا في البي او اس، وبتظهر عندك هنا اهو، او على الموقع الاي كوميرس بتاعك الخاص بيك. تمام. طبعا دي كده شكل كل المنتجات بتاعتك. تقدر ان انت بتشوف الستوك المخزون بتاعها قد ايه، والمخزون ده بيضاف او بيتعدل من فواتير الشراء. لما بتعمل فواتير شراء، المخزون عندك بيزيد. تمام. لما تعمل فواتير شراء من المورد، طبعا تقدر تغير الفيو بتاعته بالشكل ده. تمام. طيب عندك فواتير الشراء، تقدر ان انت تدخل وتشوف اي مورد عندك. طبعا فواتير الشراء، انت عشان تعمل فاتورة شراء بتختار مورد، ففي عندنا الموردين بالشكل ده. تقدر تضيف المورد وتعرض حساب المورد ده، وورد لك ايه وفواتيره ايه، اجمالي فواتيره، عشان تقدر ان انت تشوف الكرنت بالانس بتاعه. تمام. وانت دفعت له ايه او لسه ما دفعتلوش، مدين ليك او دائن ليك او دائن عليك، وهكذا. طيب عندك الكاستمرز، تقدر تضيف الكاستمرز هنا اهو. تمام. في طبعا السيتنج هنا، الايميل طبعا اللي بيجي لك عليه الايميلات بتاعتك. يعني انت لو انت بصيت كده ودخلت على الميل بتاعي، هتلاقي كل عملية بيع بتوصل للجيميل بالشكل ده. ولو قفلت الشيفت، بيرجي لك برضو فاتورة بملخص الشيفت. ده ملخص الشيفت بالمنظر ده، في كام فاتورة اتباعت بالشكل ده. تمام. ولو في فاتورة لوحدها اتباعت، بيجي لك كل فاتورة بيع بالشكل ده. خلاص. طبعا ريسبونسيف على الموبايل، الابليكيشن كده ريسبونسيف على الموبايل بالمنظر اللي انت شايفه ده. هتلاقي عندك لو انت بتختار الموبايل ايا كان نوع الموبايل اللي انت بتفتحه، الابليكيشن ريسبونسيف عليه بالشكل ده. تمام. ولو جينا رجعنا كده باك اهو، بالنسبه لي الابليكيشن ريسبونسيف عندي على الموبايل. اقدر ان انا ادخل على الاوفر فيو. تمام. واقدر ان انا ادخل على الفئات. تمام. واقدر ادخل على الفواتير الشراء وفواتير البيع بالشكل ده. تمام. زي ما قلنا اللايت والدارك مود، تقدر تفلتر بالموردين، كل مورد ايه الفواتير اللي اتعملت ليه، وتفاصيل كل فاتورة انا جبت منها كمية ايه، عشان بتزيد الكمية طبعا، واقدر اطبع الفاتورة دي بالنسبة لي. طبعا الابليكيشن بتاعنا فيه مميزات كتيرة، زي ما قلنا ان انا اقدر ابحث بحث ذكي عن المنتجات. وطبعا المنتج اللي ببيع منه كتير هتلاقي عليه العلامة دي ان هو شغال ايه، بيتسحب منه كتير. تمام. طيب ولو الانترنت عندي فصل، يعني انا لو فصلت الانترنت دلوقتي، هلاقي نفسي الابليكيشن مش هيقفل، هيقول لي انت غير متصل. ولما ابيع اوتوماتيك، اول لما اجي اشغل الانترنت اوتوماتيك هيسنك زي الواتساب كده بالظبط. لما بتيجي تكون باعت مسج بتتكيش، بتفضل موجوده عندك لحد لما الانترنت يجي وتسنك مع الكلاود. تمام. او السيرفر بتاعك، الداتابيس بتاعتك. عندنا طبعا نقدر نضيف طرق دفع متعدده. بنقدر ان احنا واحنا بنعمل الفاتوره نضيف اي خصم احنا عايزينه. تمام. بالمنظر ده ان انا اقدر اضيف هنا اهو نسبه خصم، يا اما بالجنيه يا اما بالنسبه. تمام. ببرنت الفواتير، واقدر ابرنت الفاتوره، اقدر ابرنت الباركود بتاع المنتج بالشكل ده. تمام. ابرنت الباركود بتاع المنتج باي مكنه باركود. طبعا عندنا في، لو حابب ان انت تاخد الابليكيشن وتشغله في اكتر من فرع، بنوفر لك طبعا
المكنة الباركود، الجهاز، مكنة طباعة الفواتير الريسيت برينتر. وبنحاول ان احنا نجيب لك سعر ممتاز جدا مع طبعا سعر البرنامج، وممكن تتواصل معانا. طبعا عندنا اكتر من ابلكيشن تفيد الناس، اصحاب المحلات واصحاب المتاجر. عندنا ابلكيشنات للمستشفيات، عندنا اكتر من ابلكيشن تقدر ان انت تدير عيادة، تدير اكاديمية تعليمية. كل انواع الابلكيشن عندنا. اعمل لنا سبسكرايب وفولو ولايك على الفيديو علشان تقدر ترجع له وتشوف تفاصيله، واحنا نرد عليك في اي استفسارات ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.